كل دي خرافات، لكن الحقيقة ان البرامج الاوبن سورس ليها خصائص ومميزات وممكن تكون مربحة جدا للشركات اللي بتعملها. اي برنامج بيجي لنا بنقدر نسطبه ونشغله، بس عمرنا ما بنعرف كود البرمجة اللي هو اصلا اتكتب بيه. البرنامج الاوبن سورس بيجي لك كبرنامج ومعاه كود البرمجة بتاعه، وليك حق الاستخدام والتعديل وإعادة التوزيع كمان مجانا، وبيتم تطويره عن طريق أشخاص أو مؤسسات وبيكون متاح للجميع. طب الشركات دي بتكسب إزاي؟ والله عن طريق كذا حاجة. ممكن تبيع دعم للبرنامج للشركات الكبيرة، ممكن تبيع خصائص مميزة في شكل إضافات بفلوس، ممكن بتتلقى تبرعات من الأشخاص والمؤسسات المستخدمة للبرنامج، وطرق تانية كتير. البرنامج الأوبن سورس أكيد بيكون مجاني، بس مش كل برنامج مجاني بيكون مفتوح أو أوبن سورس. البرنامج المجاني ممكن تستخدمه مجانا، بس مش بيديلك كود البرمجة ولا حق التكميل أو التعديل عليه. البرنامج المقفول بيكون ملك الشركة، ولا يجوز استخدامه أو توزيعه